اخر نجم لمع في سماء السيده زينب كان واخد عربيته او مش عربيته، احنا لسه ما نعرفش المعلومه، وماشي في امان الله رايح شبرا بيصور مشاهده في مسلسله الجديد مع الفنان احمد العوضي. فجاه لقى في الطريق كمين. الضابط بكل هدوء قال له: يا فندم بعد اذن حضرتك العربيه من غير نمر، رخصك والبطاقه بتاعتك. الضابط غاب حوالي 5 دقايق تقريبا ورجع تاني للفنان بتاعنا لوشا قال له: بعد اذن حضرتك يا فندم اتفضل معانا من غير شوشره، حضرتك عليك حكم غيابي 10 سنين بتهمه الخطف. انا اسمي لوشا من بلد اسمها السيده زينب. عرفوني وخدوا مني التوك توك، شويه حلوه خالص لسه جابوا لي اسم. العيال دي انت شفتها وعارفها؟ العيال دي ولاد محمود المنوفي. لا ما اعرفهمش. حبيب قلبي. لوشا من مواليد السيدة زينب سنة 1995. عادل إمام في فيلم سلام يا صاحبي كان هو قدوته ومثله الأعلى في الحياة. ولما كبر شوية شاف أفلام عبده موتة والألماني وتأثر جدا بالفنان محمد رمضان وقال: هو ده قدوتي الحقيقية ولازم أبقى زيه في يوم من الأيام. اتولد لوشا في أسرة حالتها المادية كويسة، اشتغل من صغره، ما سابش شغلانة إلا ما اشتغلها، يعني تقدر تقول كده 7 صنايع والبخت ضايع أو مش ضايع، ده اللي هنعرفه في الأيام القادمة. اشتغل في البقالة، اشتغل في الكهرباء، اشتغل في النجارة، اشتغل نجار مسلح، اشتغل بادي جارد. طبعا زي ما قلنا إن لوشا كان واخد الفنان محمد رمضان قدوه ليه ومثله الاعلى، عشان كده في 2013 لما نزل الفنان محمد رمضان وكسر السينمات بفيلمه قلب الاسد، لوشا شاف الفورمه بتاعت محمد رمضان وانبهر. لا هو انبهر بجد، عمل الفورمه بتاعت محمد رمضان، راح الجيم فعلا واشتغل على نفسه. وطبعا ما ننساش دور الام في حياه لوشا، لان هي كانت دايما لما بتجيب قطعيه اللحمه كانت بتسويها وبتعملها على طريقه قوات المارينز الامريكيه. ما شاء الله، ربنا يحميها يا طنط، والله ربنا يخليهولك. طبعا كل الطاقه والنشاط اللي كان عند لوشا في الوقت ده، اللي انا بعتبرها يعني ان هي الفتره الذهبيه في حياه لوشا، اهله ان هو يبقى من اهم البادي جاردات عند صبري نخنوخ. طبعا معروف عن صبري نخنوخ ان هو راجل خير وبيحب يساعد الناس، فطبعا هيساعد اقرب الناس ليه اللي هو البادي جارد الشخصي ليه. بيقال ان هو توسط له وكلم منتجين ومخرجين صحابه علشان يدخل مجال التمثيل، وفعلا لوشا دخل مجال التمثيل. اي نعم هو كان بياخد ادوار صغيره، لكنه كان عنده طموح عالي جدا ان هو عايز ينجح اكتر واكتر. عدت السنين سنه بتجر سنه لحد ما لوشا حس ان هو لسه زي ما هو بياخد ادوار صغيره مش عارف يبقى بطل رئيسي في اي فيلم ليه. بعد الفتره دي لوشا يئس وقعد كده فتره اكتئاب في البيت كده مع نفسه، جايب الدرينك بتاعه وجايب المشاريب بتاعته وقاعد بيتفرج على افلام محمد رمضان، وهو بيكلم نفسه بيقول: يفرق ايه محمد رمضان عني علشان هو يبقى نجم مشهور وانا ابقى مجرد كومبارس باخد مشهد او مشهدين في كل فيلم. فورمه وعملت، صوت خشن وخشنت، عربيات فخمه وجبت، ايه اللي ناقص؟ لوشا اكتشف ان في ابلكيشن جديد اللي هو التيك توك لما كان اسمه ميوزيكلي، بدا ان هو يعمل ليبسنج على ادوار محمد رمضان ويقلده في طريقته وفي رياكشنات وشه، وقرر كمان ان هو يغني. لما لقى الفنان محمد رمضان القدوه بتاعته مثله الاعلى نزل باغنيه نمبر 1، وفعلا نزل باول مهرجان ليه مع الفنان الكبير النجم حمو بيكا وهو مهرجان السيده زينب، ونزل بعدها باكتر من مهرجان لكنهم ما حققوش النجاح اللي كان هو بيتمناه. وبعد ما فشل ان هو يبقى مغني وفشل ان هو يبقى بطل في فيلم من افلام السينما، قال: ايه ده وانا ما حدش شايفني؟ لا انا هعمل بطوله بنفسي، انا هبقى بطل بنفسي. اتفق هو ومجموعه من جيرانه واصحابه في المنطقه ان هم هياخدوا لوكيشن، هي عباره عن خرابه كده، حته واسعه ما لهاش صحاب، حطوا فيها كراسي، حطوا فيها اضاءه، وحطوا فيها ادوات تصوير كويسه جدا. يعني بصراحه ما شاء الله بيعمل شغل يا سلومه احنا مش هنعرف نعمل. فكره يا جماعه بالمناسبه، انا قبل كده بعت له رساله علشان كنت عايزه اشارك معاه في عمل فني بس هو تجاهلني. ماشي يا لوشا. وبدأ يعمل حاجات زي افلام قصيره كده مدتها من 4 ل 7 دقائق او ممكن اكتر شويه، بيناقش فيها مشاكل وافكار الشباب، حاجه ليها علاقه بالجدعنه طبعا بما ان قدوته الفنان محمد رمضان، فلازم هو بقى يعمل حاجات جدعنه. هتلاقي دايما فيها هاشتاج الثبات على المبدأ. يعني مثلا الفيديوهات وهو بيحل مشاكل لشباب متخانقين مع بعض، بيجيب حق لواحده ست مهدور حقها مثلا والناس جايه عليها في المنطقه، وبيعلم الاطفال الصغيره مبادئ كويسه جدا، يعني زي مثلا هننام بدري، البونبونايه بقى. فيديوهاته بدأت بعدد مشاهدات قليل قوي لحد ما فجأة لقينا فيديوهات لوشا واصحابه بتعدي المليون مشاهدة والاكتر من كده، وفي ناس كانت بتفضل تعيد الفيديوهات بتاعته وبقوا بيستنوها بشكل يومي، لدرجة ان هم لو اتأخروا يوم عن ان هم ينزلوا فيديو كانت الناس بتقعد تكتب لهم: ايه يا نجم انت سايبنا من غير نصايح، احنا بنضيع من غيرك يا نجم. وفجأة الحظ بيفتح دراعاته اللوشة، وصناع مسلسل ضرب نار بيتواصلوا معاه وبيقولوا له: يا نجم احنا ناقصنا جرعة جدعنة من عندك، عايزينك تيجي تشاركنا في المسلسل
المسلسل بتاعنا. والكلام ده اكده الفنان احمد العوضي، واللي ظهر معاه في اكتر من صوره على السوشيال ميديا وهو بيقول لوشا هينورنا في المسلسل بتاعنا الجاي. احمد العوضي قال قبل كده في تصريح ليه ان هو ولوشا متشابهين في الجدعنه، وان هو دايما بيتابع فيديوهاته اول باول وشايف ان هو بيقدم قيم كويسه للمجتمع زي ما انا بقدمها بالظبط. فنان احمد العوضي اللي بيقول مش انا يعني. الحقيقه يا جماعه لا اخفي عليكم سرا ان انا لما سمعت الازمه اللي اتعرض لها النجم لوشا امبارح، ده فكرني على طول بازمه النجم تامر حسني لما كان نجم صاعد، ان هو اتقبض عليه لان هو كان هربان من الجيش. هل ده بيدينا اشاره ان نجوميه الفنان والنجم بتاعنا لوشا هتوصل في يوم من الايام لنجوميه الفنان تامر حسني، بما ان بدايتهم كانت بازمه؟ هذا ما سنعرفه في السنوات القادمه. شكرا.